أكيد كل شركة بتحاول إنها تتجنب الخسارة، بس المشكلة هنا إن أغلب الشركات بتكتشف الخسارة بعد ما بتكون حصلت فعلا. فالتحدي الحقيقي هنا إنك مش مجرد إنك تكتشف الخسارة وبس، التحدي الحقيقي إنك إزاي تكون سابق الخسارة بخطوة. وده اللي بيحصل لما تكون فاهم التحليل المالي الصح. وعشان كده في كام حاجة هقولك عليها تاخد بالك منها. أول حاجة، بص على الاتجاهات مش مجرد الأرقام اللحظية. يعني رقم الشهر ده ممكن يبان معاك كويس وممتاز جدا، بس نفس الرقم ده لما تقارنه بالشهور اللي قبله ممكن تلاحظ بداية تراجع في المبيعات أو زيادة في التكاليف. فالاتجاهات هنا بتبقى عاملة زي الإنذار المبكر اللي بيكشف لك المشكلة قبل ما تكبر. بعد كده انت لازم تحلل الربحية والتكاليف. كل منتج أو كل خدمة الشركة بتقدمه لازم تعرف صافي الربح الحقيقي منه كام. ومش كفاية انك تكون عارف الإيرادات والتكاليف أو المصاريف الإجمالية، انت لازم تفصل ما بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة وتشوف تأثير كل واحدة منهم عامل ازاي. فلما يحصل أي زيادة مفاجئة في أي نوع في التكاليف والمصاريف عندك، ساعتها هتعرف تتصرف قبل ما تخسر فعلا. كمان راقب مؤشرات التحذير المبكر، زي زيادة المصاريف التشغيلية بدون مبرر، انخفاض المبيعات عن التوقعات، بطء حركة المخزون. المؤشرات دي بتبقى عاملة زي إشارات المرور اللي انت لو اتجاهلتها المخاطر هتكبر وهتتحول لخسائر حقيقية. كمان مهم جدا انك تعمل مقارنة مع الماضي والسوق، وياريت لو بالمنافسين كمان. المقارنة دي بتوضح لك اذا كنت انت ماشي على الطريق الصح او محتاج تعمل تعديل فوري في الاتجاه اللي انت ماشي فيه. وده بيخليك تاخد قرارات مبنية على الواقع مش مجرد الانطباعات. واخر حاجة، استخدم الادوات التحليلية المتقدمة زي تحليل الحساسية، المحاكاة، التوقعات المستقبلية. الأدوات دي بتخليك تشوف إيه اللي ممكن يحصل قبل ما القرار نفسه يتنفذ فعلا، وده بيدي الإدارة الفرصة إنها تتفادى الأزمة قبل وقوعها. فإحنا هنا بنقول إن التحليل المالي ده مش مجرد أداة بتوصف الماضي وبس، دي كمان أداة بتحمي المستقبل وتخليك أنت اللي متحكم في اللعبة.